تفتكر لو قلت لك ان ال1000 جنيه اللي في جيبك ممكن تبقى مشروع يغير حياتك؟ ناس كتير بتفتكر انك عشان تبدا بيزنس لازم راس مال كبير، ولكن الحقيقه لا. الفكره مش في المبلغ، الفكره في الفكره نفسها. النهارده اقول لك على فكره مشروع تقدر تبداها من البيت ب1000 جنيه بس، وهبقى معاك خطوه بخطوه ازاي تكبره وتكسب منه فلوس حقيقيه. هنقسم الفيديو لاكتر من جزء وهنبدا نشرح كل جزء منه، فركز معايا. واهم حاجه لو مشتركش في القناه انزل اشترك في القناه دلوقتي واعمل لايك للفيديو وكمل معايا الفيديو للاخر. الجزء الاول، سر المشاريع الصغيره الناجحه. اكبر غلطات اللي بيقع فيها الشباب انهم بيدوروا على مشروع تقليدي، زي مثلا انه يبدا محل، وده بتحتاج ان انت تدفع ايجار او ديكور او موظفين، مع انك ممكن تبدا من البيت ومن غير مخاطره كبيره وبراس مال قليل. سرنا في اختيار الفكره المناسبه لراس مالك البسيط، زائد سوق واضح زي خدمه او منتج مطلوب. الجزء الثاني، فكره المشروع اللي هنبدا بيه. الفكره ببساطه هي التجاره الاونلاين بمنتجات بسيطه ومطلوبه، بمعنى تشتري كميه صغيره من منتج عليه طلب عالي، تبدا تعيد تغليفه وتميزه وتسوقه من بيتك. مثال عملي، منتجات العنايه الشخصيه زي السكراب، زي الزيوت الطبيعيه، زي الشموع العطريه، او مثلا اكسسوارات زي الحلقان، المنتجات اليدويه البسيطه، او مثلا تغليف هدايا مخصصه. الفكره انك تختار منتج خفيف الوزن، زائد سهل الشحن، زائد مطلوب طول السنه. ممكن في البدايه تبدا تعرض المنتج ده على الناس اللي حواليك، وبعد كده لما الميزانيه تكبر تبدا تشتغل على مناطق بعيده بحيث ان انت تقدر توصل لهم بشركه شحن. الجزء الثالث، خطوات تبدا بيها ب1000 جنيه بس. يلا نمسك الموضوع خطوه بخطوه. اول حاجه، هتبحث عن منتجك، دور على منتج خفيف ورخيص بس عليه طلب. يعني مثلا اسأل صحابك ايه اكتر حاجه بيشتروها اونلاين، وممكن كمان تبص على الصفحات اللي بتبيع منتجات بسيطه وناجحه. تاني حاجه، شوف المورد، انزل سوق العتبه والمسكي او شوف تجار الجمله في منطقتك. كمان ممكن تتواصل مع تجار اونلاين او على فيسبوك ماركت بليس. تالت حاجه، اشتري كميه صغيره بسعر الجمله وابدا سواها وبيعها. تالت حاجه والاهم، عبي منتجك بطريقه مميزه. يعني مثلا لو عملت غلاف شيك هيساوي ان انت هتبيع بسعر اعلى. مثال، لو هتبيع شموع غلفها بصندوق صغير وعليه ستيكر باسم البراند. رابع حاجه، اعمل صفحه على انستجرام وفيسبوك. هات تليفونك، صور صور حلوه من موبايلك، ارفعها بشكل احترافي. ولو مثلا حابب تطور الموضوع اكتر ممكن تعمل اعلان ب 200 جنيه مثلا على تيك توك. خامس حاجه، اهتم بخدمه العملاء. يعني مثلا رد بسرعه، جهز الطلبات بسرعه، ابني سمعه كويسه واطلب تقييمات من العملاء. واهم حاجه ان انت تعمل صفحات على جميع وسائل التواصل الاجتماعي مثلا زي فيسبوك، انستجرام، وحتى تيك توك. الجزء الرابع، الادوات اللي هتساعدك ببلاش. انت مش لوحدك، في ادوات هتسهل عليك الدنيا جدا. اول حاجه، لو عايز تعمل شويه تصميمات حلوه استخدم كانفا. تاني حاجه، لو عايز تعمل شويه فيديوهات كويسه استخدم كاب كات او برنامج في ان. لو عايز تكبر الموضوع اكتر ممكن تستخدم تطبيقات شحن زي ارامكس او بوسطه او البريد المصري. الجزء الخامس، ازاي تكبر المشروع ده وتتوسع اكبر واكبر. بعد ما تحقق اول بيع ما تصرفش المكسب كله، ارجع اعمل الدوره دي مره تانية في شراء كميه اكبر من المنتجات، ووسع منتجاتك شويه بشويه لحد ما يبقى عندك منتج واثنين وثلاثه واربعه. ممكن كمان تتعاون مع صناع محتوى يروجوا للمنتج بتاعك مقابل هديه او مبلغ بسيط، ولكن الموضوع ده مش هيتم الا لما الدنيا تكبر معاك بشكل اكبر. الجزء السادس، امثله حقيقيه تثبت لك انه ممكن. انت عارف ان في شباب كتير بداوا كده، وكمان في بنات بداوا مشروع تغليف هدايا في اوض نومهم وبقى عندهم براند كبير. كمان في ناس بتبيع اكسسوارات من البيت عن طريق الريلز اللي انت بتشوفها على انستجرام، وفي شباب بيعملوا ريفاير للعطور الاصليه بعلب شيك ويبيعوها اونلاين، والموضوع ده مربح بشكل لا تتخيله. وكل دول بداوا من البيت وبراس مال بسيط. وفي النهايه الفكره انك تبدا بفكره صغيره وتمشيها صح. ال1000 جنيه اللي معاك النهارده لو صرفتهم على اي حاجه تانية هيروحوا، ولكن لو استثمرتهم صح هيكبروا مع الوقت. قول لي في الكومنتات ايه اكتر فكره مشروع شغلت دماغك، ولو حابب اساعدك بخطه تسويق او توريد المنتجات خطوه بخطوه اكتب لي تحت. اهم حاجه لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتتابعنا عشان يوصل لك كل جديد، وما تنساش شوف الفيديوهات اللي فاتت وتستنى الفيديوهات الجايه. بس كده اشوفك الفيديو الجاي بافكار جديده. سلام.